السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي اخواتي واصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. مساء الفل والسعادة والهنا على عيونكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض نوع من انواع الجلاش، بس بطريقة بسيطة وجديدة ومختلفة. بس النتيجة بتاعته طالعة في منتهى الجمال. تقدري تقولي عليه جلاش، تقدري تقولي عليه بقلاوة، حاجة كده في منتهى الطعامة. مقرمش وهش كده ومورق، بجد تحفة. جربيه بنفس الطريقة ان شاء الله هتعتمديها. طريقة سهلة وبسيطة وكمان جديدة ومختلفة، بس النتيجة بتاعتها طالعة في منتهى الجمال. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبألف خير، كلها أيام إن شاء الله، ويهل علينا العيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. إن شاء الله النهاردة هنعمل الجلاش بتاعنا بطريقة بسيطة وسهلة، وإن شاء الله هتعتمديها. حاجة كده في منتهى الجمال، طريقة جديدة ومختلفة، والجلاش بتاعي مقرمش ومورق، بجد تحفة. تعالوا كده نسمي الله ونشوف الطريقة والمكونات بتاعتي عبارة عن ايه. بس قبل اي حاجة نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. يلا نسمي الله ونشوف المكونات وكمان طريقة التحضير. نقول بسم الله، واول حاجة هحتاجها نص كيلو من الجلاش، بس اهم حاجة يكون طازة. وعندي كمان كوباية من السمنة او كوباية الا ربع من السمنة مسيحاها. وعندي الحشوة بتاعتي مش هحتاج غير لكوباية من السوداني المجروش وعليها جوز هند. عايزة تحطي زبيب حطي، بس الأحسن إن انتي ما تحطيش، لأن الزبيب انتوا عارفين لما بنيجي نقطع الجلاش وبندخله الفرن ممكن يتحرق كده، هيبقى شكله مش حلو وكمان هيمرر. فخليكي كده ماشية بالسوداني والجوز الهند بس. اول خطوه عندي انا هقسم الجلاش بتاعي، هاخد كل 4 ورقات مع بعض. يعني انا هستخدم النهارده كل قطعه او كل رول فيه 4 ورقات، تمام. هي لفة الجلاش هتعمل معاكي 4 ورقات، كل رول 4 ورقات، وكمان رول بس 3 ورقات. هتجيبي بقى أول رول عندك أو أول 4 ورقات عندك، وهتبدأي إن انتي تقسميهم كده بالنص زي ما أنا بقسمه كده. طبعا الشكل موضح لك أكتر من الكلام. بس أهم حاجة بقية لفة الجلاش تلفيها كده بفوطة المطبخ أو بكيس تلاجة عشان الجلاش بتاعك ما ينشفش منك. هتاخدي اول رقه كده وهتبداي ان انت ايه تدهنيها بقى دهنه كده بسيطه من السمنه. بس اهم حاجه السمنه تكوني مسيحاها عشان تعرفي تفرديها وما ما تهدرش منك سمنه كتير. الطريقه دي بسيطه وسهله جدا، وهتعملي لفه الجلاش كلها مش هتاخد معاكي 10 دقايق. بصي انا تنيت الناحيه التانية وابتديت برضو ان انا ايه اشرب الورق بتاعي. بصي دهنه بسيطه كده من السمنه، وهتيجي على اخر ورقه اللي هي الورقه الاولانيه خالص هتدهنيها بقى كده كلها. ودي طبعا الدهانات بتاعتي دي بتخلي الجلاش بتاعي يبقى مورق كده ومقرمش وفي منتهى الجمال. هاتي بقى الحشوة بتاعتك كده وقلبيها على بعض، وابدأي ان انتي افرديها على وش الجلاشة كلها. يعني بصي على ورقة الجلاشة افردي الحشوة بتاعتك، مش في حتة بس معينة، لا افرديها بعرض وطول الورقة، تمام. وابدأي بقى ان انتي اتني الورقة بتاعتك كده، هتاخد معاكي يمكن 4 تنيات كده او حاجة. هتجيبي الصاج بتاعك وتكوني دهناه دهنه حلوه قوي من السمنه. وبعد كده هتبداي ان انت ترصي الجلاش بتاعك او رولات الجلاش بتاعك. هعمل معاكم واحده تانية، فردت الورقه كلها وقسمتها بالنص، وهاخد نص نص ادهنه او اشربه كده بالسمنه. الطريقه دي هتسهل معاكي، بدل ما تاخدي ورقه ورقه كامله وتدهنيها، لا كده هتبقى سهله قدامك. طبعا اخر ورقه مش بدهنها وبرجع اتني وابتدي ايه ان انا اكمل اشرب النص التاني. عشان كده قلتلك لازم الجلاش بتاعك يبقى طازة عشان يبقى طري معاكي، ما يتكسرش وما يتهراش معاكي، تمام. طبعا بعد ما شربت الجلاش بتاعي كله بالسمنة هبتدي برضو ان انا اكرر نفس الاولانية، اوزع الحشوة بتاعتي على وش الجلاشة كلها. وابدا ان انا اتني واسقي بالسمنة، تمام. يعني كل تانية بتتنيها بتشربي كده الورق بالسمنة. انا هكمل طبعا بقى الكميه كلها بنفس الطريقه، بس الصاج عندي هنا ما كفاش، فحاولت ان انا ايه نقلت الجلاش بتاعي في صاج اكبر.
هاتي بقى السكينة بتاعتك وابدأي قطعي الجلاش بتاعك او رولات الجلاش بتاعتك دي كده ايه مثلثات. زي ما قلتلك يعني الشكل بتاعها النهارده كده مختلف، مش صوابع بقى، مش صينية، لا الجلاش بتاعي النهارده عبارة عن مثلثات، يعني بالظبط كده مديني شكل البقلاوة. بس طبعا القطع بتاعته كانت اكبر من القطع البقلاوة. احنا عارفين قطع البقلاوة بتبقى صغيرة. بصي حطي ايديكي كده على الورق وقطعي كده بالسكينة، هتتقطع معاكي بكل سهولة. طبعا التقطيع ده بيسهل علينا بعد كده لما الجلاش بيستوي وبيطلع من الفرن، بيبقى سهل قوي وبيبقى متقطع قدامك جاهز. هتجيبي بقى بقية السمنة اللي فاضلة عندك وهنبدأ ان احنا ندهن وش الجلاش بتاعي. بس اهم حاجة تدهنيه دهنة حلوة حتى من الجناب كده عشان ياخد لون كله موحد. بصي انا بشربه كده بالسمنة تشريبة حلوة. دلوقتي بقى هدخل الجلاش بتاعي الفرن على الشبكة اللي في النص على درجة حرارة 180 لغاية الجلاش بتاعك الأرضية بتاعته ما تحسي كده ان هي استوت، هتولعي الشواية لغاية الجلاش بتاعك ما ياخد اللون الذهبي كده الحلو. تمام. واول ما يطلع معاكي وهو سخن هتبداي ان انت تسقيه بالشربات البارد. تمام. الشربات بتاعي ده طبعا انا كنت عاملاه في اول رمضان، بس ممكن اقول لك على المكونات بتاعته او المقادير بتاعته. هتستخدمي كوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، عليهم كيس من الفانيليا، وعصرة ليمونة. هيطلع معاكي الشربات كده تقيل كده وحلو. تمام. وزي ما قلت لك اول الجلاش بتاعك ما يطلع هتبداي ان انت تشربيه بالشربات، بس اهم حاجه يكون الشربات بتاعك بارد. انا عندي هنا بقى الفستق الكداب طبعا. ابتديت ان انا ازين كده على كل مثلثيه كده احط حبه. لو متوفر عندك عايزه تحطي سوداني، عايزه تحطي جوز هند، براحتك خالص. عايزه تسيبيه كده من غير اي تزيين سيبيه. بصي بقى المثلثات بتاعتي عامله ازاي والتسويه بتاعته، وهوريكي دلوقتي الطبقات بتاعته من جوه والقرمشه بتاعته تحسي كده ان هو بصي في منتهى الجمال. بجد عامل زي البقلاوه. يعني زي ما قلت لك تقدري تقولي عليه جلاش وكمان تقدري تقولي عليه بقلاوه، لان اخد نفس التوريقات بتاعه البقلاوه. وطبعا الطريقه بسيطه وسهله وجديده. يعني جربيه كده بنفس الطريقه بجد هيعجبك وهتعتمديه. بصي بقى من جوه عامل ازاي الجلاش بتاعي مقرمش، وبصي مورق من جوه، بصي كل الطبقات مورقه، مفيش طبقه لازقه في التانية. طبعا ده كله راجع لدهنه السمنه اللي احنا دهنينها بين كل ورقه والتانية. بجد طعمه في منتهى الجمال وشكله احلى واحلى. بجد اعمليه بنفس الطريقه وجربيه، ان شاء الله هيعجبك وهتعتمديه. اتمنى الوصفه بتاعتي تعجبكم ونتقابل الفيديو جاي على خير ان شاء الله. اسيبكم في حفظ الله ورعايته.